السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نو ميديا مع محمد العاصي. هتلاقي هنا بلاي ليست فيها إفكتات كتير مفيدة. يلا نبدأ فيديو جديد. خلينا ننزل المشهد اللي احنا هنشتغل عليه في البداية، وبعدين هنبدأ نصغر المشهد معانا كده عشان يبدأ يبان معانا. وبعدين هنعمل سيرش عن الإفكت، هنكتب اسمه زي ما انت شايف كده، ونبدأ ننزله على المشهد. وبعدين عايزين نصغر بس البتاع كمان شوية عشان المشهد كمان شوية عشان الإفكت يبان معانا زي ما انت شايف يا صديقي. بعدين هنبدأ، طبعا هو الإفكت ده بيساعدك في انك تمد المشهد زي ما انت شايفه كده، يعمل له تمدد من الرايت ومن الليفت، من فوق وتحت ومن يمين وشمال زي ما انت شايف، بيكرر لك المشهد كذا مرة. ممكن تعمل بيه باك جراوند يعني كان شكلها عامل ازاي، يبقى شكلها جميل. طبعا تقدر تعمل من هنا في كذا افكت زي ما انت شايف. الافكتات دي بتديك اوبشن كتير. تمام، نبدأ نغير واحدة واحدة كده، نشوف كل اوبشن دي كلها بتدي اشكال معانا ايه لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. خلينا بقى يا سيدي نجرب حاجة جديدة. هنبدأ نكرر المشاهد دي، هنخليهم 3 وبعدين نبدأ نرصهم فوق بعض. لو حابين بقى مثلا نعمل باك جراوند متحركة من خلال الإفكت ده برضه تبقى حلوة. فنبدأ نكرره كده وبعدين نزود من اليمين والشمال في كل المشاهد دي. خلينا نخلص ده وبعدين اللي بعده. أيوة، خلينا نكبرها أكتر. تمام، والمشهد ده كمان كلهم هتعملهم بنفس الشكل، هيبدأ تعملهم تمدد. هنبدأ نكبر ده برضه، خليها 4000، واللي فوق خليها 4000، وبرضه الشمال 4000 زي ما انت شايف يا صديقي. وبعدين هنبدأ نعمل لهم بوزيشن بقى عشان نحركهم، ونخليه على 10 ثواني، ونبدأ نحرك ده لأقصى اليمين. ماشي، ونعمل الكي فريم، وبعدين اللي في النص هنخليه عكسهم عشان يدي شكل أفضل كده. تعال نشوف يا صديقي الحركة شكلها عامل ازاي. زي ما انت شايف شكلها ممتاز جدا، فممكن تعمل منها باك جراوند متحركة جامدة جدا بصراحة. تعالى كده يا صديقي اما نشوف بقى ايه المشاهد دي لما ننزل عليها الاوبشن التانية. نجرب برضو الاوبشن التانية دي عليها، نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. برضو في الاوبشن دي برضو تديك اشكال مختلفة برضو زي ما انت عايز. في حاجات كتير بقى ممكن تجرب. اللي تحت الاوبشن دي نشوف بتعمل ايه، اللي هي دي زي ما انت شايف، تحسها كده بتمزج الالوان في بعضها او بتدخل الالوان في بعضها زي ما انت شايف، بتدي شكل معانا جامد برضه. بس كده يا صديقي الفيديو خلص، اتمنى تكون استفدت واتمنى الفيديو يكون عجبك. وما تنساش بقى يا صديقي تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني، وتشير الفيديو ده لاصدقائك عشان الناس كلها تستفيد. شكرا جدا ليك يا صديقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.